السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الكشري المصري البيتي بطريقة سهلة وبسيطة، وبجد هتعجبكم جدا. معانا هنا زي ما انتم شايفين الكشري، وأول حاجة هنقول بسم الله وهنبدأ بأول حاجة وهي سلق المكرونة. أول حاجة معانا هنا مية مغلية، لازم المية تبقى مغلية كويس طبعا، وهنحط شوية ملح وشوية زيت. وبعد كده هنحط مكرونة مقصوصة اللي هي الصغيرة بتاعة الكشري، ومكرونة اسباجيتي. طبعا دول اساس الكشري، المقصوصة والاسباجيتي. وطبعا عشان احنا بناكل الكشري بالمعلقة، فهنضطر نكسر المكرونة الاسباجيتي علشان تبقى سهلة معانا في الاكل بالمعلقة، لانها طبعا لو طويلة تبقى محتاجة شوكة. وهنحط هنا المكرونة الصغيرة اللي هي المرمرية. طبعا مكرونة الكشري اللي هي الصغيرة، كل ما المكرونة بتبقى صغيرة كل ما بتبقى أحسن في الكشري بالذات، علشان طبعا المعلقة لازم يبقى فيها كل حاجة موجودة في طبق الكشري. بعد ما سلقنا المكرونة طبعا ما نحاولش ان احنا نقعدها اكتر من 5 دقايق. هنحطها في المصفى وبعد كده هنغسلها كده بشوية مية. بعد كده قطعنا البصل يعني ترانشات، نص ترانشات كده، مش كبير قوي. وهنرش على البصل معلقتين نشا علشان نحمر التقلية بتاعة الكشري. زي ما انتم شايفين كده النشا ده بيخلي البصل كده يبقى مقرمش، وفي نفس الوقت ما بينزلش مية البصل كلها، وبيبقى البصل طعمه حلو ومسكر. وتحسي كده ان انتي يعني ليه مضغة كده، وفي نفس الوقت مقرمش من بره. بعد كده حطينا الزيت في الحلة وهنحمر فيه البصل. ويستحسن ان احنا ننزل يعني نحمر شوية شوية علشان يعني ما نضطرش ان احنا نحط زيت كتير. يعني نحمر شوية شوية، نطلعهم زي ما بنحمر البطاطس كده. بعد كده هيوصل بقى للون اللي انتوا شايفينه ده لون كويس جدا للتقلية. وهنطلعه بقى نحطه يا اما على مناديل يا اما على مصفى يا اما على طبق زي ما تحبوا. والزيت بقى بتاع البصل ده هو اللي هنشتغل بيه في بقية مقادير الكشري. مية الزيت بتاع البصل ده طبعا بيبقى فيه طعم البصل، وهيخلينا طعم الحاجات كلها بتاعة الكشري حلو. هنا بقى خلينا شوية تقلية كده، وصفينا شوية زيت، مش ده الزيت كله، وحطينا عليهم مية مغلية. وهنبتدي نسلق العدس طبعا منقينه وغسلينه كويس جدا، وحطيناه في حبة التقلية وحبة زيت صغيرين. احنا صفينا زيت، مش ده الزيت كله طبعا. وحطينا المية المغلية وحطينا العدس، وهنسيبه يتسلق مع نفسه. بعد كده هنعمل الصلصة بتاعة الكشري. هنحط شوية زيت حلوين كده، وممكن نحط شوية من اللي احنا صفيناهم. وحطينا حوالي بقى ايه 10 فصوص توم كده حلوين، طبعا على حسب الكمية. انا اقول لكم الكمية اللي احنا عاملينها، عاملين نص مكرونة سباكيتي ونص مكرونة مقصوصة ونص كيلو عدس بجبة. بعد كده هنحمر التوم زي ما انتم شايفين، هنصفره كده بسيط، مش هنحمره يبقى غامق قوي، اللون اللي انتم شايفينه. طبعا خالطين الطماطم وهنحطها على التقلية. ده كيلو طماطم مخلوط كويس جدا في الخلاط. وهنقلب كده الطماطم، واهم حاجة بقى صلصة الكشري هي اللي هتعمل لنا الطعم ده. هنا بنقلب العدس كده، رجعنا له تاني، وهحط عليه شوية كمون وشوية فلفل اسود وشوية ملح صغيرين علشان يكمل سواه. ونخلي بالنا طبعا ما نحاولش نسويه كتير علشان طبعا ما يتهريش مننا. وكل شوية كده نشوفه، علشان لو سرحنا هنلاقيه استوى قوي ومش هيبقى لطيف خالص. هنا هنرجع للصلصة تاني. هنا بقى التوابل: فلفل اسود وكمون وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر وشطة وبابريكا وسكر. من كل حاجة معلقة صغيرة مليانة. بديل التوم باودر والبصل باودر مرقة دجاج، بس طبعا احنا عاملين مقاطعة فبحط بديلهم التوم الباودر والبصل باودر. حطوا التوابل دي على صلصة الكشري، بجد هتعمل طعم حلو جدا زي بتاعت المحلات بالظبط. بعد كده بقى ده الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل، هنعمل بيه بقى الرز بتاع الكشري.
حطيناه هنا في الحلة زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنحط الشعرية، ده حوالي ربع كيلو شعرية. هنحمر الشعرية كويس وهنعمل فيها الرز. احنا بقى صفينا العدس بتاع اللي احنا سلقناه وخدنا المية بتاعته زي ما انتوا هتشوفوا كده. هنا صفينا العدس وخلينا المية بتاعته في الطبق علشان هنسقي بيها الرز بتاع الكشري. بعد ما حمرنا العدس حطينا نص كيلو بعد اسفة ما حمرنا الشعرية ونغمقها كده شوية، نخليها اللون البني الفاتح شوية. حطينا الرز وحطينا الملح وهنقلب كده، نشوح الرز فيه علشان يبقى مفلفل. ومية العدس حطيناها على جنب اللي هنسقي بيها الرز. حطينا رشة فلفل اسود وطبعا هنحط الملح وهنقلب كده. وبعد كده هنحط بقى ايه، مية العدس. لو محتاجة شوية مية كمان هنحطها وهنغطي عليه، واول ما يتشرب هنغطي عليه زيه زي اي رز عادي. هنا بقى هنعمل الدقة بتاعة الكشري. معانا هنا 4 فصوص توم مبشورين او مهروسين، ومعانا نص معلقة صغيرة كمون ورشة شطة كده بسيطة وكزبرة ناشفة وحوالي 3 معالق خل وليمونة كده هنعصرها. وطبعا هنحط الملح. انا بحط شطة في الدقة علشان انا يعني بعتمد عليها، لان يعني ممكن ارش شطة لو حابة على الكشري، مش بفضل اللي هي الشطة الزيت. طبعا اللي حابب يعملها يعمل. وحطينا بعد كده الليمون وهنقلب بقى كده. وطبعا هنكون محضرين، وحطيت حوالي معلقتين صلصة من صلصة الكشري. طبعا الصلصة هنسبكها وبعد كده هنزودها مية وهتاخد غلوة وهنملحها وكده الصلصة تبقى جاهزة عندنا. ومحضرين هنا مية مغلية هنحطها على الدقة. كده الدقة احنا عاملينها سهلة جدا وبسيطة، مش محتاجة اي حاجة، كده الدقة جهزت عندنا. معلقة الصلصة دي بتعمل لها لون حلو. هنا بقى حطينا شوية زيت في الحلة وهنجيب المكرونة اللي احنا صفيناها. طبعا هي عشان بقالها كتير مسلوقة فماسكة في بعض، بس كده كده الزيت اللي احنا حطيناه هيفككها دلوقتي. وهنقلب كده وهنحط رشة فلفل اسود وهنقلب. وطبعا هنكون موطيين النار، مش هنعليه قوي. وهنقعد نقلب على نار هادية علشان نفلفل المكرونة كده. علشان كده قلت لكم ما تسووهاش سوا كامل، علشان طبعا هكمل سواها زي ما انتم شايفين في التشويحة دي. اهم حاجة التشويحة بتاعت الكشري دي هي اللي بتخلي طعمه حلو، ما نكتفيش بالسلق بس. وطبعا الرز بعد ما اتعمل هنحط عليه، هنحط الرز بالشعرية على المكرونة. احنا بنقلبه كله على بعضه. عايزه اقول لكم طريقه الكشري دي حلوه جدا هتعجبكم بجد. احلى كشري باكله من ايد خالتي، وهي طبعا اللي عاملاه زي ما انتم شايفين. وانا حبيت اصورها واسجل الفيديو بصوتي. هنا بقى طبعا العدس هنحطه على بقيه الكميه كده، بس معلش الفيديو ده كده يعني مش مظبوط قوي، بس يعني انتوا فاهمين اللي بيحصل. حطينا الرز والمكرونه والعدس. كيلو مكرونة نص مقصوصة ونص اسباجيتي ونص رز وربع شعرية ونص كيلو عدس بجبة. دي المقادير بتاعتنا اللي عاملة معانا الكمية دي. وهنا بقى بعد ما تسخن الكشري شايفين بقى شكله عامل ازاي، تحسوه مصفر كده زي بتاع المحلات علشان التشويحة اللي احنا اديناها له الاخر دي. طبعا هنغرفه هنا. وطبعا احنا سالقين حمص. حمص يعني مش محتاج حاجة، بننقعه شوية وبنسلقه علشان نحطه على الكشري. جربوا الطريقة دي هتعجبكم. وهنا الصلصة بصوا شكلها عامل ازاي. التوابل بجد حطوا التوابل دي هتحسوا بفرق شاسع بينها وبين اي صلصة عادية بتعملوها. حطينا بقى هنا الصلصة. وطبعا التقلية زي ما انتم شايفين معانا مقرمشة، مع انها كانت يعني معمولة من يعني من وقت، من كام ساعة. وهنحط بقى الحمص زي ما انتم شايفين. ولو حابين تحطوا شطة حمراء او شطة زيت زي ما تحبوا، وتاكلوه بالألف هنا وشفا. وهنحط طبعا الحمص على الوش كده. وبجد بجد احلى كشري بيتي هتاكلوه، هيعجبكم جدا.
امشوا على الوصفة بالضبط، ممكن تركاية بسيطة هتفرق معاكم في الطعم، ما تستهونوش بالذات في عمايل الكشري، أحلى كشري إن شاء الله لو عملتوا زيه هتاكلوه. حطينا الدقة طبعًا، وهنا بقى إيه بعد ما قلبناه على بعضه بقى هتدوقوا أحلى كشري. وطبعًا أهم حاجة ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.